في كل مرة يقدم الطعام بالسجن، يستغل السجناء الفرصة لإضافة مسحوق غامض للطعام، ثم يحركونه وينتظرون ظهور المستهدف ليسكبوا العصيدة في صحن الرجل البدين. ولم يتوقعوا أن يطلب المزيد. أظهر السجين ابتسامة خبيثة، لكن في تلك اللحظة لم يعلم البدين أن هذه ستكون آخر وجبة في حياته. توجه للطاولة وجلس محتلا مكان 3 أشخاص، ثم بدأ يلتهم الطعام. ومع ابتلاع نصف وعاء الطعام شعر البدين فجأة بالغثيان، بينما كان الرجل يراقبه عن كثب. وفي اللحظة التالية تقيأ الرجل البدين كل الطعام، ومع ألم حاد بحلقه لم يعد قادرا على التحمل، فسقط على الكرسي. ورغم جهود الأطباء لإنقاذه لم يتمكنوا، فاستدعوا حراس السجن ليجهزوا صندوقا كبيرا، ثم نقلوا جثته للبرية لدفنها. وصل الحراس للمقبرة، فعثر الطبيب على جثة البدين، وخرج سجينان من صندوق وهربا.